إخواني أخواتي، السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا على هذه القناة. كما تعلمون حادثة السعيدية مازال ما تنساتش. هذه الأيام القليلة الماضية باش تعرفوا إخواني أخواتي الخبث والخبائث، الأبواق المخزنية، يعني الأعلام اللي تابع للمخزن، يعرضوا أهل الضحية، سيطادير الوالد نتاعه والأخت نتاعه وبنت عمه، وجابعهم واحد الضيف، عرضوهم للرباط وقالوا لهم لازم نديروا ندوة صحفية حول الحادثة. الوالد على نيته أقبل، بغا يدير هذه الندوة الصحفية، سيطادير يحضروا الصحافة يسألوه هو جاوب. لكن الخبثاء الغرض من هذه الندوة الصحفية باش يروجوا الأكاذيب ويحرضوا أهل الضحية عود من جديد باش يسبوا الجزائريين والجزائريات. لكن إخواني أخواتي، الحياة ما مشات لهمش، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. أهل الضحية ما مشاهمش في الخط، وبالتالي شغل هاد الأبواق المخزنية ما بغاوش، ما عجبهمش الحال. دونك عرفوا باللي أهل الضحية ما معمدينش يسيئوا للجزائر والجزائريين. واش بقاو يديروا؟ كل مرة يهزوا الميكرو ويروحوا. كانوا تما بزاف لي ميكروفون في القاعة، وفي آخر الحصة تقريبا ما بقاوش بزاف، كاع هربوا، كاع سكيفاو، لأن ما عجبهمش الحال. نستمعوا للندوة الصحفية إخواني أخواتي ومامتو نعلقوا عليها. دابا المحامي اللي سي شرقي اللي من فرنسا واللي هو جزائري، هو ديجا واحد راح، واحد زميل ديالنا قال لي الدوزيام راح، الجزائر قتلت، قال له ما يمكنش لك تعمم، حنا باقي ما عرفناش. على فكرة ديجا شتو زوج تاع لي ميكرو صوروا، خاطر انا بديت لكم الحصة هذه ماشي من الأول، ديجا بقاو يروحوا حداو هما في القاعة كيفاش كل مرة يهزوا لي ميكرو تاعهم. هذه الليلة تطرح السؤال إخواني أخواتي، لو كنت عارفوها الجزائريين، هذه مطيشة معلومة معروفة بلا ما نزيد نعرفها لكم. دونك ديجا شوفوا كيفاش السؤال غادي يطرح على أخت الضحية. أنا فهمت. Non, هو il a dit, le journaliste il a dit l'Algérie. C'est pas l'Algérie qui a tué, c'est un militaire algérien qui a abattu mon frère et lui. En fait, faut pas mélanger. Moi, mais les Algériens, c'est mes frères, c'est mes sœurs. Moi, j'ai des problèmes avec eux. سمعتوها إخواني أخواتي؟ قلت ما بقاش تخلطي لي هاك وهاك، قلت لها نقصتو غير لامارين اللي تيرات على خوها. اما هذه مطيشه بغات تخلط لها منا وتجلطها، قالت له لا هذوك راهم خوتنا. هذه الاولى. نزيدو نستمعوا. باش نقولوا الجزائريين الاعزاء ديالنا، غير سمعي بعدا كاين السؤال دابا انت كتهاجمينا بحال حنا بغينا نخلقوا لك عداوه مع الجزائريين. لا حيت الجواب ديالك استاذه. عاود الميكرو راح، لان الحيه ما راهش ماشيه في الخط نتاعهم. هادو كاع ابواق مخزنيه هنا اخواني اخواتي، ما راكم تشوفوا هاد لي ميكرو محطوطين هنا، هادو كاع تابعين للمخزن. بحال حنا بغينا نخلقوا لك عداوه مع الشعب الجزائري. فيني تا كيسيون. حنا ملي كنهضروا ما تنتكلموش على الشعب الجزائري، بس كنهضروا على السلطات الجزائريه. Voilà, je suis d'accord avec toi. ولا دابا هو خصك تفهمي السؤال ديالي عاد تجاوبيني. دخلتي على اساس بحال انا بغيت نحرضك ضد الشعب الجزائري. تفضلي فاطمه. ملي كتخرج بالها. دونك اليوم حنا واقفين امام واحد الفوضى في واحد الدوله اللي هي شتو عاود راح ميكرو، هو راح كل مره يسكي في واحد. لا فوضى اللي اصلا ما عندهاش مؤسسات. دونك اليوم العائلات ديال الضحايا عاجزين انهم مع من غيتواصلوا. انا نقدر نجاوبك هاد لا كيسيون. حنا ملي خدينا لافوكا الجيريان تما في الجيري، هو الى ايدونتيفيي لي بيرو دون لو كور دو هاد العالي اي ديبون. حنا في الاول ما عارفينش دو اي ديبون، اسكي ديبون دو تريبونال بينال و اسكي ديبون جوست دو لادمينستراسيون. هو الى ايدونتيفيي كو سا ديبون دو باركي ميليتير. اذا هذا هو السبب اللي خلى العائلات تاخذ محامي جزائري باش يعطينا لي زانفورماسيون. لحقاش لا كومونيكاسيون ما بين لو كونسولا ماروكان وما بين لي اوتوريتي الجيريان سيت او بوان مور pendant au moins 2 semaines. Point mort.
فوالا الامور واضحه اخواني، ما كانش اتصال. سيكيفي الكونسيل اللي موجود هنا في الجزائر ما قام اي حركه، قالت لك بوان مور، نقطه ميته ما بين الكونسيل والسلطات الجزائريه. دوك هنا باش الاخوه المغاربه ما يلوموش الجزائر اخواني اخوات، الجزائر خاطئه في هذا الشيء هذه. دوك من عندهم ما قاموش وخاصه الكونسيل ما تحركش. دونك اشنا هو ليتاب القادمه اللي غيقوم بها المحامي ولا غتقوموا بها نتوما كعائله؟ غادي نقول لك وحده دراسه نوريه. النهار اللي ماتوا هي اللي دارت هاد لي ديمارش واللونسات. تماما. سينو حنا والو. سؤالين اللي سولوا ايضا الزميل ديالي المحامي الفرنسي، انه واش بصح الجزائر، انا كنقول الجزائر الدوله، واش قبلوا واش طلبوا فديه مقابل تسليم؟ شفتوا اخواني، هو عاود ميكرو راح، والان غادي تساله اسكو الجزائر طلبت الفديه، طلبت الدراهم مقابل الجثه. نشوفوا واش راح يجاوب والد الضحيه. واش طلبوا واحد الفديه؟ لمن لا 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 ولدي عبد العالي ما طلبوا لنا والو، بصح الولد اللي تما لو كان كانوا طلبوا لو كان خلونا مي ils ont rien demandé. نعرف شنو غتقول الحاج. قلت لك الولد نتاعي ما قالوا لنا عليه والو، مي الولد اللي راه تما في الحياه هذيك قال داروا له 75000 اورو ان امون لي 6 موا د حبس. والله اعلم هادشي اللي كتسمعوا واش بصح ولا غير اشاعات. باش يكون في علمك الحاج، هذه غير اشاعات، وهذا غير ابواق المخزنيه كتطلب هذه الاشاعات. حتى الولد اللي راه محكوم هنايا ما داروا له لا 75000 اورو ولا 6 شهور حبس. اديها من عندي يقين، داروا له 3 موا دو بريزون فيرم، يكمل 3 شهور حبس هنا في الجزائر وغادي يطلقوه ويروح بسلامته. فوالا هذاك الشيء كل شيء خريفات وكل شيء كذوب، على خاطر علاش الابواق المخزنيه هي اللي تكذب عليكم. راه كيما كاين الاشاعات بزاف الدور، راه طلبوا لنا حنايا 40 مليون، طلبوا لنا ما كاين والو. هذا هم فهمتيني؟ ما قلتي لي اسمح لي، قلتي لي زعما هنا بحال السلطات تاعنا، انايا ما اتصل بيا حتى واحد. اي انسان باش يقول لك اتصلنا بهم، هذا النائب تاع وزير تاع الدوله ولا تاع نهار اللي وقعت الحادثه، اولا وقبل كل شيء يقدم لنا التعازي، يقول لك صبروا ماتوا الله يرحمهم، حنا نديروا الاجراءات تاعنا. هو فين نركز مشى لي القضاء، انا مانيش نشرع على بلاد والله، هذا راه مات. ولا اخواني اخواتي، راكو شفتوا عاود ميكرو شوار، شفتوهم، لخاطر علاش الحديث ما راش يتمشى على حساب ما بغاو هما هاد المخزنيين هادو، هاد الابواق المخزنيه عرضوه غير الرباط، وبغاو يديروا معاه هاد الندوه الصحفيه باش يعاود يولي يكرر يسيء للجزائر والجزائريين كيما النهار الاول. خاطر النهار الاول هذا والد الضحيه هو اللي صرح وقال نستهون نجاور مليون صهيوني وما نجاورش جزائري، لكن كان في الصدمه وكل شيء اخواني اخواتي ممكن، وكان تحت تاثير التاثير تاع المخزنيه، التاثير تاع المخزن هو اللي خلاه يصرح هكا، وهما اللي وجهوه باش يصرح هذه التصريحات هذه، لانه كان تحت الصدمه. نزيدو نواصلوا. وما مظلومين تكلم عليهم بواحد السميته، قال قدمكم التعازي نتاعي، ما تخموش غادي نقفوا معاكم، هذه الجثه ما نخليوهاش تما باش ما كانت الظروف غادي نجيبوها. حنا بعدا يزيد فينا شويه تاع الامل. استناو اخوتي، هذا جورناليست. شفتوا لي جورناليست راهم يشوروا، هاو عاود عيط لهم قال لهم استناو قعدوا معنا هنا، هاهما كتشوف لي ميكرو كاع كملوا ما بقاوش، خاطر خوباتها الحكايه ما راش ماشيه في الصالح نتاعهم. ديجا هو قال احنا المسؤولين كاع ما جاوش لعندنا، ديجا راه يهضر عليك المسؤول اللي قال لهم روحوا للقضاء. يزيد فينا الامال نكونوا زعما منتكلين، بحال نقولوا راه معانا واحد اللي غادي يساعدنا. فهمتيني؟
دوكا ما كاين حتى شي واحد يتصل بينا ولا قصه مؤلمه وما غيكونش متضامن معنا. المغرب كامل متضامن معنا. ولا نشوف الصحفيين كيدويو بواحد الحرقه ولا شي. ها هو عاود ميكرو شوار. شفتوهم اخواني اخواتي كي دايرين هاد الابواق المخزنيه، يسمى غير تجي معايا ولا ماشي هكاك. راك شوف الخطر الحديث كيما راهم يحكيو العائله، ما راش يحكيو في صالح المخزن. الحكايه هذه بالنسبه لهم هما راه ضدهم، ما قدوش يسكتوها. هما كانوا يقولوا ودي صاي الحاج غير اسكت صاي ما نديروش، ويروحوا يقفلوا الصلاه ويروحوا. ها شفتوا اخواني اخواتي فرشهم. هم كذلك كل شيء مساكين، الله يخلف عليهم الله يرحمهم، جزاهم الله خير. واش دق بالكم شي واحد حسيتوا بان كاين شي مساعده ولا لا؟ خلي الجزائر. الجزائر حنا كدوله كمواطن مغربي، الدوله المغربيه بغينا نجاوب صالح. واش الدوله المغربيه حاضره بقوه في هذا الملف هذا؟ حنا ما دق علينا على مستوى شوف، على مستوى اسمح لكم السؤال، على مستوى غير تسليم جث. يعني واش كتحسيو بشي كاين شي ضغط ولا نتوما كتدوروا في هذه الحلقه اللي كتقولوا؟ الشعب ماشي الشعب المغربي لا حول ولا قوة له إلا بالله العلي العظيم، ما قدروش باش يصيبوا كيف الجهة المنطقة الشرقية لو كان صابوا. مهم نشكرهم من هنا من هذا المنبر هذا، جزاهم الله خير. وخوتي المغاربة في أي بلاص ما بغاوش هادشي، أي بقعة في الأرض هنايا ما بغاو، العالم بإسلام ما بغاش هادشي. ولكن المسؤولين تاع الدولة تاعنا نقولها بصراحة، ما اتصل بينا حتى شي واحد، ما جاتنا حتى شي زعما شي معلومات ولا نهائيا. الا كان شي واحد جيبو عندي. انايا ملي مات ولدي ما نخرجش من الدار، من تما نضل بحال راني في الحبس، دايريني في الحبس، نضل تما نقعد تما، ربما ما يجي حتى واحد. الكيت اللي جات فيه يمكن لك غير ضفرك، يحك لك ضفرك ويبدا يحشفك. ولا اخواني اخواتي، عرفنا باللي ان اموالين الضحيه السلطات المغربيه همشتهم تماما، ما داتهاش فيهم، ما عاون تما والو. لكن عكس ما يروج ليه الابواق المخزنيه. الا كان عقلتوا على السيد هذا، اول خطاب نتاعه كان اساء الى الجزائر والجزائريين، لكن ذاك المومو هذيك كان تحت التاثير المخزني والصدمه من جهه اخرى. اليوم من ارتاح وتعافى شويه والصدمه راحت عليه، شوف شو رايح يسرح بالنسبه للجزائر والجزائريين. اتفضل. امر الله خلق، انا لله وانا اليه راجعون. هذا ما اقول. انا المرجو اللي نطلب من المسؤولين، فين ما مشينا مبلعين علينا البيبان. احنا ما بحال اللي جايين كيما الحشره، ماشي انسان. وولدي صحابو عيطوا له، وعبد العالي شافوه في الجزائر، صحابه كرام فرنسا مشاو دخلوا. الاولاد شباب الله يعمر راس الجزائريين، الله يخلف عليهم ويكثر خيرهم. من جوارينا هذه 50 عام وحنا متجاورين معاهم. انت راك عارفه لا سيتياسيون تاع اللي فرنسا كيف داير، الشباب بيناتهم اخوه محبه، ما كانش دي ولا دي، ما كانش عنصريه بيناتنا ولا اخواني اخواتي، التصريح نتاعو الاول كان قال ودي نستهون نعيش قدام نستهون مليون صهيوني يكون جاري، وما نستهونش جزائري يكون جاري، جزائري واحد يكون جاري. هكا صرح النهار الاول، اليس كذلك؟ قال راكم تعرفوا سمعتوا التصريح نتاعه. لكن اليوم واش قال؟ هو صدق باللي ان في فرنسا جواريناه كلهم جزائريين، وهما اللي ديبلاصاو من سمعوا الموت نتاع ولده خاطر صحابه ديبلاصاو لهنا للجزائر، واتصلوا بالمستشفى نتاع تلمسان وصوروه وقالوا له ودي سيفري هو مات وراهنا متوجد في تلمسان. جزائريين صحابه. دونك اخواني اخواتي، ونتمنى من الشعب الجزائري يسامح هذا الانسان هذا وما ياخذش بعين الاعتبار التصريح الاول، لانه كان تحت الصدمه المخزنيه اخواني اخواتي. اما الان هو صرح وقال لك الله يعمرها سلعه وبارك الله فيهم واشكرهم جزيل الشكر. دونك اخواني اخواتي، نتمنى من الشعب الجزائري يسامحه في التصريح الاول.
دونك نروحوا اخواني اخواتي نستنتجوا من هذا الفيديو بمحلل، نجيبوا محلل مغربي ونشوفوا واش يقولنا في الموضوع هذا. تعال. صافي واضحه القضيه. المغرب يستعمل الاحداث ديال السعيديه ليس من وفق المنظور ديال يعني الواجب ديال الدوله في الدفاع عن المواطنين ديالها. هادوك ولادنا حنا نطالب احداث السعيديه، احداث السعيديه، هادوك ولادنا حنا نتضامن، بغينا ولادنا الدم ديالنا. المغرب سوف يقوم بالتصعيد، لا يوجد اي تصعيد، بل لا يوجد حتى اهتمام من طرف المسؤولين المغاربه، بل اكثر من هذه المساله الى حدود الان. السبب ديال عدم عوده الجثه او اعاده الجثه ديال احد الضحايا الى الاهل ديالو بسبب تماطل ديال مدى ديال القنصل المغربي بالجزائر، لم يقم بوضع اي طلب الى حدود الان لمدى يعني لاعاده هذه الجثه. ولا اخواني اخواتي الحديث باين والمعركه باينه اخواني اخواتي. السير مبغاش يبغى يفهمها. معناها السلطات المغربيه ما داروا حتى اي حركه تجاه هذه الجثه هذه. دونك اخواني اخواتي، ونتمنى من المغاربه يشوفوا هذا الفيديو هذا ويتمعنوا فيه مليح اخواني من خلال التصريحات نتاع العائله نتاع الضحيه اللي راه في الجزائر. دونك العيب فيكم اخواني وليس فينا احنا كجزائريين او كسلطه جزائريه او كاداره، لان باش الجثه تتحول من الجزائر الى المغرب راه فيها دوسي اخواني اخواتي. لازم يكون وثائق، استخراج وثائق فيها اجراءات اخواني اخواتي اداريه. الجثه ماشي تقبضها وديرها في الصندوق ويا وديها للحداده. دونك شكون اللي يخدم هاد الاجراءات هادو؟ مواليه بالتنسيق مع الكونسيل، ونخدموا في الاداره الجزائريه طبعا، وفيها حتى وثائق خرجوا من الكونسيلا باش يتم التحويل تاعها من الجزائر للمغرب. ولا اخواني اخواتي، دونك القضيه مفهومه. والى هنا اقول انتهت الحلقه نتاعنا تاع اليوم. نتمنى الفيلم هذا يعجبكم وتفهموه بيان كوم يلفو. اللي ماش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس لان الجرس مهم. والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.